اكثر واحد يكره المدرسه بالمجره هو اني، واذا تسالني ليش راح اقول لك الناس اذواق، مالك شغله. لا كذب، اصلا ما حد يحب المدرسه. هيل نو يا شيخ. اليوم راح احكي لكم عن اول يوم بالمدرسة الي، راح احاول اختصر. بس دقيقه اعدل قعدتي. جيت يا شيخ ما اقدر اسجل، جهال اختي بالغرفه المقابله وصايره حرب عالميه. حرفيا اول ما شفتهم درت وجهي بوم قبل لا تنظر الى الخلف. يا اخي مو جهال، شياطين. المهم نكمل. ما اسولف لكم على اول يوم بالمدرسة. اول ما قالوا لي على المدرسه الاسبوع، المدرسه مكان حلو لطيف ومسالم وماكو منه. بالاخير شيت اتضح انه غابة، ما حد يقول لك على الحقائق المدرسية ابدا. هناك ما تقدر تتنفس ولا تاكل ولا تدير وجهك ولا تباوع ولا تقدر تحكي ولا بصفك. بالنسبه لي كانت هاي القوانين جديده يا شيخ. لساني اتذكر الموقف كانه صار قبل 13 سنه وهو كذلك. هيل نو يا اخي. اول ما طبوا المعلم قال لنا طلعوا الكتاب وطلعوا الدفتر، طلعوا القلم. حرفيا انا ما كنت اعرف يعني، حتى قلم ما جايب، كل شيء ما جايب، ما كنت مستعد ابدا يا اخي. وقال لي الكلمه الشهيره اللي يعرفها كل عراقي: ايش عندك جاي للمدرسه اذا ما عندك كتاب وقلم؟ ما اسولف لكم، بوقتها كنت ما مستلم، كان خلصا بوقتها قالوا لي فد اسبوع انتظر. فاني يا اخي كنت ما اعرف احكي ناس يعني قربه او هيك. رجال غريب سالني هيك سؤال، ظليت ساكت. تدري اكلت راجدي رجعني لبطن امي. ومن اول يوم اكلت لي عودتين. ما احكي لكم على العودتين هذني، حرفيا يا اخي ظلت توجعني لنهايه الدوام. ما احكي لكم على العوده، صندوق بنص عوده، وات شلون صارت ما ادري. ما احكي لكم على العوده، كانت تشبه سيف كريتوس، يضربك ضربه يفسخ فيك الارض فسخ. المهم اتذكر انه كان عندنا استاذ اسمه هتلر. ليش سميناه هتلر؟ لان عنده شوارب تشبه شوارب هتلر. صف الاول لحد صف السادس الكل مرعوب منه، معيش المدرسه برعب. بعدين اسولف لكم على قصه هتلر هذا. المهم جيت اروح اشتري من الحانوت، يا اخي شفت ناس اكثر من سكان الصين بيم الحانوت. بيني وبين نفسي نوب، ما يستاهل اضحي بحياتي. التفيت 360 درجه ورجعت للصف. المهم والله شكرا على الدعم. فيديو قصير بس على مود ما اسحب وبس. باي.